لكل بيشوفوني، أنا اسمي دينا ومعاكم في 5 حلقات برنامج شخصيات من زمن فات. البرنامج بيتكلم عن أهم الشخصيات الفنية والتاريخية والأدبية، شخصيات الزمن الجميل اللي لسه أعمالهم الجميلة عايشة معانا لحد دلوقتي. معظم هذه الشخصيات بدأت حياتها بصعوبة، لكن حفرت أساميها وأعمالها الجميلة لسه في قلوبنا ولسه عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة. شخصية النهاردة هو شاعر جميل جدا، رسام كاريكاتير، كاتب سيناريو، ممثل مصري، هو فيلسوف البسطاء وصوت مصر وأمير شعراء العامية. طبعا عرفتوا أنا بتكلم على مين؟ أنا بتكلم عن شاعرنا الجميل صلاح جاهين. تعالوا بينا نتكلم على حياته ونشأته. اتولد محمد صلاح الدين أحمد بهجت حلمي جاهين بحي شبرا بالقاهرة سنة 1930. والده كان رئيس محكمة استئناف المنصورة، وكانت عائلته دائمة الترحال. ارتبط صلاح جاهين منذ الصغر بجده الصحفي أحمد حلمي اللي حببه في القراءة والكتابة. التحق صلاح جاهين بكلية فنون جميلة، لكن والده أصر ان هو يلتحق بكلية الحقوق، فدخل كلية الحقوق وما كملش فيها. بدأ صلاح جاهين مسيرته الفنية في عالم الفن الكاريكاتير سنة 1949، وبدأ مسيرته الصحفية بالعمل في الصحافة في مجلة بنت النيل، ثم انتقل في الخمسينات بالعمل في مجلة روز اليوسف، ثم مجلة صباح الخير اللي كان رئيس تحريرها سنة 1961 و 1966. يعتبر صلاح جاهين أحد الفنانين المشهورين في مصر في فن الكاريكاتير المعاصر في مصر. أيضا بيعتبر أحد المؤسسين لجمعية الفنانين التشكيليين ومجلة الكاريكاتير. تم تعيينه مسؤولا عن ثقافة الطفل في وزارة الثقافة المصرية سنة 1966. ألف شاعرنا الجميل صلاح جاهين أكثر من 161 قصيدة، منها قصائد للوطن، قصائد للحب، قصائد للطفل، وأغنيات سينمائية. صلاح جاهين أنتج أفلام خالدة في تاريخ السينما المصرية والعربية، زي فيلم عودة الابن الضال وأميرة حبي أنا. كتب أيضا صلاح جاهين أفلام خالدة في تاريخ السينما المصرية والعربية، زي فيلم خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، المتوحشة، شفيقة ومتولي. كتب أيضا صلاح جاهين في الثمانينات فوازير نيلي، الخطبة، وعروستي. وكتب في الثمانينات أيضا مسلسل هو وهي بطولة أحمد زكي وسندريلا الشاشة سعاد حسني. تم تكريمه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عيد العلم سنة 1965، منح وسام الطبقة الأولى في العلوم والفنون. وبعد حياة حافلة من العمل والعطاء الفني، رحل شاعرنا الجميل سنة 1986 رحمه الله. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة.